السلام عليكم الاصدقاء، تحيه لكم جميعا اينما كنتم. اليوم نتكلم على موضوع عنده علاقه بالتغذيه. نتكلم على موضوع الحديد وفيتامين سي، الدور ديالو في تكوين الكريات الحمراء. الحديد تيدخل في تكوين واحد البروتين سميتو الهيموغلوبين. بزاف ديال الناس صراحه عندهم هذا المشكل ديال الحديد، نقص في الحديد. هو ما يعرف بالانيمي. الانسان اللي عنده نقص الحديد عنده مرض الانيمي او فقر الدم. علاش؟ لان بزاف ديال الناس مالوغوزمون الاطعمه اللي تناكلو تناكلوها بواحد الطريقه غير صحيحه، وبالتالي الانسان ما تيستافدش من هذاك الحديد اللي تيكون في بزاف ديال الاطعمه. اليوم غنشرح شنو هي هاد الاطعمه اللي فيها الحديد وشنو هما الشروط الانسان اللي خصو يحترمها باش يستافد من ماده الحديد. بصراحه الابطال الرياضيين هما ابطال في الرياضه، ولكن تيكونوا ابطال حتى في التغذيه. مثلا هشام قروش او لا ابطال اخرين راهم كانوا ابطال بصراحه، ابطال عالميين، ابطال اولمبيين، ولكن راهم ابطال عالميين حتى في التغذيه. وهذا هو الشيء اللي ما تنشوفوش حنا في الابطال، تنشوفوهم ابطال فقط في الرياضه، ولكن هما ابطال حتى في التغذيه. بلا ما نطول بزاف، الحديد، المصدر ديال الحديد هو عنده جوج مصادر. مصدر نباتي ومصدر حيواني. المصدر النباتي هو اللي تنلقاوه في في العدس، تلقاوه في السبانيخ، تلقاوه في البقوله او ما يعرف عند المغاربه بالخبيزه. هاد ثلاثه ديال الاطعمه فيها ماده الحديد. هذا الحديد اللي تلقاوه في اطعمه نباتيه. كاين واحد الحديد اللي تلقاوه في مصادر حيوانيه، هي اللحوم الحمراء، الكبد الى اخره. الشروط الضروريه الانسان اللي خصو يحترمها باش يستافد من هاد ماده الحديد تو سامبلومون، هو الانسان من تيكون تيتناول واحد الطبق فيه ماده الحديد، ضروري خاص يكون واحد الطبق فيه فيتامين سي. الانسان مثلا الا كان عنده في البرنامج غادي ياكل واحد الطبق ديال العدس، خاص ضروري واحد سلطه مكونه من مطيشه، الفلفل الاخضر الاحمر، اولا واحد العصير ديال الليمون. هاد السلطه هذه هي غنيه بفيتامين سي، وبالتالي التقاء الحديد مع فيتامين سي كيسهل امتصاص الحديد، وبالتالي الانسان غيتفادى المشكل ديال فقر الدم، يتفادى هاد المرض ديال الانيمي. لا ميم شوز بالنسبه للحديد اللي كاين في في اطعمه حيوانيه. هو الامتصاص ديال الحديد اللي تيكون في الاطعمه الحيوانيه تيكون سهل، ولكن تيكون صعب امتصاصه الا كان جاي من اطعمه نباتيه. دونك الحديد تحتاج الفيتامين سي. دونك سكيل فو غوتونيغ هو ان جميع الاطعمه التي تتوفر على الحديد يجب ان تكون معها أطعمة أخرى تتوفر على فيتامين سي، وبالتالي بطبيعة الحال امتصاص ديال الحديد غيكون بطريقة صحيحة. غيخلي الجسم يكون واحد البروتين سميتو الهيموغلوبين اللي تيدخل في في المكونات ديال الكريات الحمراء. وبطبيعة الحال كما شرحت بزاف ديال الفيديوهات، الدور ديال الكريات الحمراء، الكريات الحمراء هو نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أعضاء الجسم، وبالتالي الإنسان يمكن تكون عنده واحد الطاقة، وهي اللي تخليه انه يكون دائما انسان نشيط، انسان ما فيش هذاك العيا الضوخه. وبالنسبه للرياضيين بطبيعه الحال تكون عنده واحد النتائج مزيانه في السباقات. تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.